وما زلنا في سلسلة الوصفات الرمضانية، واليوم حبيت نشارك معكم وصفة قلب اللوز معشوق الجزائريين. درته لكم في المول الأسطوري، مقادير جد مضبوطة، يجي معسل وطري وناجح من اول تجربة. الوصفة هذه درتها لكم مقادير مضبوطة وعطيت لكم جميع الاسرار باه ينجح لكم قلب اللوز. بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. اللهم ارحم ابي واغفر له واجعله من اهل الجنة يا رب. اللهم ارزق ابي الفردوس الاعلى في الجنة يا رب. اللهم اجعل قبر ابي روضة من رياض الجنة يا رب، ولا تجعله حفرة من حفر النار. وقبل ما نبداو في الوصفه نقول لكم حبيباتي ما تنساوش ديروا لي جيم لا فيديو وبارطاجيوها مع حباباتكم وصحاباتكم، ولا كان اول مره تزوروا قناتي ما تنساوش الاشتراك فيها وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد قناتي. ونبداو بسم الله على بركه الله في المكونات وطريقه التحضير. واول حاجه نحضروها هي الشربات. بالنسبه للشربات شوفوا درت كيلة الا اصبع نتاع سكر عادي مع 2 كيسان نتاع الماء. الكاس نتاعي يهز 220 مليلتر، يعني كيلت به كلش. ونحطو شريحه تاع الليمون ونحطوه فوق النار كي يغلي، نحسبوا له 10 دقائق ونطفيو عليه. ومن جهه اخرى شوفوا هنايا رحت جبت السميد يكون خشين خاص بالقلب اللوز. انا صراحه شريت تاع الميزان وكانت النوعيه ممتازه، روعه السميد هذا يهبل. روحوا لمول الحانوت قولوا له عطينا السميد الخاص بالقلب اللوز يكون خشين. درت 2 كيسان نتاع السميد الخشين مع ملعقه صغيره نتاع الملح وملعقه نتاع لافاني، ونخلطهم مع بعضهم. ومن جهه اخرى شوفوا هنايا في اناء واش رايحه ندير. شوفوا هنا جبت كيلة الا اسبوعين تاع سكر عادي، نفس الكاسة تاع 220 مليلتر. رايحه نديره لكم في سنيوه تاع 30 على 10 سنتيمتر. وهنا جبت ربع كاس نتاع ماء وزدت ربع كاس نتاع ماء الزهر، يعني كلش نصف كاس نتاع السوائل كما راكم تشوفوا. ونحطوه مع السكر. ونزيدو هنايا شوفوا ربع كاس نتاع زيت نباتي، زدت فوقو غير شويه تاع زيت نباتي. هاني مديت لكم المقادير مضبوطه، يعني ربع كاس تاع الزيت زيدوا فوقو شويه برك ما تلحقوش للنص. ونضيفوه للخليط نتاع السكر وما زهر والماء وخلطوه مليح مليح بالبغا ميكسور حتى يذوب لكم هذاك السكر. هنا الشربات تاعي كانت وجدت، دوك نطفي عليها كما قلت لكم خليوها 10 دقائق حتى لربع ساعه بعد الغليان. رايحه نجيب هذاك الخليط ورايحه نضيفه تدريجيا. شوف هاني ضفتو على 3 دفعات ونخلط. شوفوا القلب اللوز هذا ساهل ماهل وناجح مليار في المية ويجيكم يهبل. هاني خلطت كل شيء ومن بعد جبت المول الاسطوري تاعي دهنته بشويه تاع الزيت، ولا تحبوا مارغرين سمن كما حبيتوا ادهنوه. بالنسبه للمول الاسطوري راكم تشوفوا فيه هكا، صراحه هذا موش صديت فهمتوا. كي درت التحليه تاع الليمون كما تعرفوا الليمون فيه لاسيد ولا ليه هكا، مي بصح هو والو ما به. نكملوا الوصفه. هنايا فرغت الخليط في المول نتاعي ونسويوه جيدا، سويوه مليح مليح. من بعد ما سويته رايحه نغطيه ونخليه يبات ليله كامله كما قاعدين تشوفوا. شوفوا غطيوه وخليوه يبات ليله كامله. هنايا من بعد ما بات لي ليله كامله هذه الغدوه الصباح، شوفوا جبته وليت نعلم فيه. درت له خطوط نعلموهم ما توصلوهمش لتحت. وليت حطيت له حبيبات نتاع اللوز
وانتوما كيما حبيتو تقدروا ديروا كاوكاو كيما تحبوا. وليت جبت لي دام تاعي، تحبوا ديروا مارغرين ولا سمن كيما حبيتو، دهنوا الوجه نتاعو. هذه من بعد ما بات ليله كامله باش جيت درت العمليه هذه، ونولي نحطو في الفرن. شوفوا هنايا وليت قصيته، يعني في الاول علمته برك، وكي درت له ليدام من فوق وليت نقص فيه بهذه الطريقه. هنا كنت شعلت الفرن تاعي على 200 درجه وحطيته يطيب. من جهه اخرى الشربات نتاعي اللي كنت طيبتها ليله من قبل، هي من الاحسن طيبوها ليله من قبل خير باه تبرد لكم. حيت هذيك الشريحه تاع الليمون وضفت لها هنايا ماء الزهر. ومن الافضل انكم تضيفوا ماء زهر يكون نوعيه مليحه باه يجيكم القلب اللوز تاعكم مليح. شوفوا القلب اللوز من بعد ما طاب لي ما شاء الله احمر، حمروه مليح مليح من فوق. ومن بعد وليو حطوا له الشربات. انا دالي 50 دقيقه بالضبط. هاني قاعده نضيف الشربات. شوفوا كي ضفتها المره الاولى شرب ليه. شوف درك نزيد نكمل. اني كملت الشربات كامل. وكي ديروا الشربات تاعكم زيدوا غطيو القلب اللوز تاعكم وخليوه ليله كامله. من الاحسن القلب اللوز يبات لكم حتى الغدوه. هذه هي الطريقه باه ينجح لكم من قلب اللوز ويجيكم طري ومعسل حتى للداخل. شوفوا من بعد ما قصيته لكم جا ما شاء الله، جا روعه روعه روعه. من شوفوا من احسن الوصفات اللي جربتها تاع قلب اللوز هي هذه روعه. مام الوصفه اللي كنت حطيتها لكم من قبل تاع قلب اللوز تاني هذيك هايله، لكن هذه بزاف هايله. تقدروا ديروا الكميه هذه صغيره في المول الاسطوري ورايحه تخرج لكم 7 قطع الله يبارك. وصفه اقتصاديه بلا ما تروحوا تشريوها من برا، نتوما خدمتوها في الدار روعه. هذيك ريحه مزهر وش نقول لكم. تهبل جات ما شاء الله صراحه. العائله تاعي يعني ما عندي ما نقول لكم، كي كلاوه قالوا لي خير من تاع برا. روعه. وهذه هي حبيباتي درك وصلنا الى نهايه الفيديو. نتمنى ان الوصفه تاع اليوم تكون نالت الاعجاب نتاعكم وتجربوها. ودرك ما بقى لي غير نقول لكم مع السلامه في امان الله.